تخيل معايا كده انك عضو لجنه تخطيط في النادي الاهلي، يعني مسؤول انك تمشي لعيبه من النادي وتتعاقد مع صفقات جديده. يعني هنجيب قائمه فريق النادي الاهلي، هنمشي فيها اللي احنا عايزينه يمشي، وهنشتري صفقات على ذوقنا الخاص. طبعا هسيبك في الكومنتات تكتب رايك مين يمشي من قائمه النادي، ومين اللي ممكن الصفقات اللي يحتاجها النادي الاهلي في الموسم الجديد. يلا بينا يلا بينا. وما تنساش قائمه فريق النادي الاهلي امانه في ايديك، كلنا اعضاء لجنه تخطيط النادي الاهلي وقررنا نعمل قائمه للفريق. البدايه مع مركز حراسه المرمى، متواجد اربع حراس: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، سيحه وحمزه علاء. احتفظ بثلاث حراس مرمى اللي هم شوبير وسيحه وحمزه علاء، وهمشي محمد الشناوي وهجيب مكانه مصطفى مخلوف حارس رابع او حارس من الناشئين، وبكده هستفاد بخروج الشناوي من الفرقه بقيمته السوقيه اللي هي 600 الف دولار. يعني كده في خزينه النادي الاهلي 600 الف دولار. المركز الظهير الايمن فيه ثلاث لعيبه: كريم فؤاد، محمد هاني، واحمد عيد. سيب كريم فؤاد يرجع من الاصابه ان شاء الله وياخد فرصه، وان شاء الله باذن الله رجله تكون في الملعب ويبعد عن الاصابات، هيكون حاجه كويسه. همشي محمد هاني واحمد عيد. قيمتهم السوقيه ل 2 مليون و800 الف دولار. وهشتري ظهير ايمن مغربي علي معمر، لاعب منتخب المغرب للشباب المتوج بكاس العالم اللي بيلعب في نادي اندرلخت البلجيكي، وده قيمته السوقيه 2 مليون دولار. في حل تاني، هشتري امين شعبان المغربي اللي بيلعب في نادي اميان الفرنسي درجه تانية وعنده 19 سنه، لعيب كويس جدا، وده قيمته السوقيه مليون ونص دولار. وبكده هيكون معاه ثلاث لعيبه في مركز ظهير ايمن: ظهير ايمن مغربي وكريم فؤاد، والاسيوطي لما يرجع من الاصابه لازم ينضم الفريق الاول، لعيب كويس جدا. يلا بينا على مركز الظهير الايسر، بس ما تنساش ان الخزينه بتاعتنا فيها 400 الف دولار. عندي بالعمري وشكري وكريم فؤاد احيانا بيعملها. انا همشي شكري واجيب الدبيس، ده تغيير كل مره، كل موسم انتقالات نمشي كريم الدبيس ونجيب هو كده. همشي شكري مش هحتاجه، وهحتاج كريم الدبيس، خامه محترمه لازم يكون مع بالعمري. كده يكون عندي بالعمري والدبيس، وممكن كريم فؤاد تحتاجه كظهير ايسر يعملها. كده الخزينه بتاعتنا فيها 700 الف دولار. الاهلي عنده خمس قلوب دفاع: ياسين مرعي، احمد رمضان، بيكهام، الجزار، ياسر ابراهيم، هادي رياض. همشي بيكهام والجزار، الاثنين هيوفروا مليون و400 الف دولار. وهجيب بنفس القيمه بتاعتهم اتنين مدافعين: عمر فادي المدافع المصري المحترف بره، لعيب كويس جدا وبيعرف يخرج بالكره وتالق مع المنتخب الاولمبي. وابراهيم عبد الحكيم ده كان مدافع اصلا النادي الاهلي، راح لعب في حرس الحدود الموسم ده، مدافع كويس قيمته 300 الف دولار، ممكن يكون مميز في النادي الاهلي. وكمان هرجع احمد عابدين اللي طالع اعاره من النادي الاهلي، هحتاجه برضه، هرجعه عشان يكون سادس المدافعين، عشان يكون موجود في خزينه النادي الاهلي 800 الف دولار. وجبنا شويه صفقات. في مركز وسط الملعب عندي خمس لعيبه: كوكا، بن رمضان، امام عاشور، اليو ديانج، ومروان عطيه. همشي كوكا وبن رمضان، الاثنين هيوفروا 2 مليون و400 الف دولار. واروح اجيب المالي عبد الكريم تراوري لاعب العين الاماراتي بمليون و200 الف دولار. وهشتري محمود صابر من زد بنفس القيمه، مليون و200 الف دولار. كده لسه خزينه النادي الاهلي فيها 800 الف دولار، واشترينا ست صفقات. نسيت اقول لك انا متفق جدا على رحيل امام عاشور كمان. تخيل، انا متفق جدا على رحيل امام عاشور، بس نعوضه ببديل كويس. يلا بينا على الجناح اليمين والجناح الشمال. يلا بينا. عندي تريزيجيه وطاهر والشحات وبن شرقي واحمد سيد زيزو. ماشي بن شرقي والشحات وطاهر محمد طاهر، الثلاثه قيمتهم السوقيه 3 مليون دولار. جيب ابراهيم عادل، طبعا نجم منتخب مصر اللي كان بيلعب في بيراميدز المحترف بره، ده قيمته السوقيه 3 مليون و200 الف دولار. هرجع محمد عبد الله اللاعب اللي كان بيلعب في النادي الاهلي المعار لسيراميكا، يحتاجه النادي الاهلي بشده، ولعيب ستايل النادي الاهلي. جناح مغربي اسمه ايمن دهاج، بيلعب في الرجاء المغربي، عمره 20 سنه، قيمته السوقيه 700 الف دولار، لعيب كويس جدا، لازم لجنه السكاوتنج تبص عليه في النادي الاهلي. كده خزينه النادي الاهلي بعد ما كان فيها ربح، لا بقى عندنا عجز 100 الف دولار. يلا بينا نخش على مركز المهاجم. ثلاث مهاجمين: كاموتش ومحمد شريف ومروان عثمان اوتاكا. طبعا هنمشي كاموتش ومحمد شريف ونسيب مروان عثمان يا عم ياخد فرصه، يمكن ربنا يكرمه. انا في مهاجم شفته في لقطات كده بيلعب في شباب الاهلي اسمه جواو مارسيلو، مهاجم برازيلي وعمره 20 سنه، ده قيمته السوقيه 2 مليون دولار، لعيب كويس جدا، ممكن النادي الاهلي يبص عليه، خاصه انه ما بيلعبش بشكل اساسي في فريق شباب الاهلي اللي هو صاحب المركز الثاني في الدوري الاماراتي. في خيار تاني لاعب بشباب بلوزداد وغزل المحله السابق بن حموده، ده قيمته السوقيه 700 الف دولار، ولعيب من هدافي الدوري الجزائري، ولعيب كويس جدا، عمره 27 سنه، ممكن يكون حل بديل للمهاجم جواو مارسيلو اللي قلت لك عليه من شويه. لو جبنا البرازيلي هيكون في عجز مليون و400 الف دولار. لو جبنا بن حموده هيكون في عجز 150 الف دولار. يعني من الاخر مشيت ناس من النادي الاهلي من وجهه نظري شايفهم ما يصلحوش، وجبت صفقات تانية من النادي للنادي الاهلي يحتاجها، وكل ده وفي عجز 150 الف دولار بس، ده بالنسبه للقيمه السوقيه. عايزك انت كمان تعمل قائمه للنادي الاهلي وتقول لي انا مشيت فلان وجبت فلان، ودي لعيبه النادي الاهلي يحتاجها، ودي لعيبه لازم تمشي من النادي الاهلي. انا حطيت نفسي مكان لجنه التخطيط
وعملت قايمه للنادي الاهلي. مستني رايك ومستني الكومنتات بتاعتك بوجهه نظرك اللي ان شاء الله هنتناقش فيها في الكومنتات. بس لو وصلت لنهايه الفيديو اعمل لي لايك وشير لان انا تعبت في الفيديو ده جدا، وما تنساش تكتب رايك وادعم اخوك ابراهيم الفخراني بكلمه حلوه او بنقاش طويل نتناقش فيه في الكومنتات. لكن لازم تعمل فولو ولايك وشير للفيديو. نتقابل في فيديوهات جديده.